انت محتاج الكلام ده؟ يا عم محتاج الكلام ده، عايز شقه وعربيه وعايز نعيش في مستوى كويس. يا عم ما تغلبش ولا تغلب نفسك ولا تذاكر ولا تسهر الليالي ولا تاخد شهاده وبعد كده تعلقها وماخدين كليات وقاعدين. طب نعمل ايه؟ يقول له هو فيديو بس مجرد نص دقيقه كده او دقيقه هتعمله لي، وكل ما كان اباحي زياده كل ما هنبعت لك فلوس اكتر. ومن هنا دخلوا للشباب المصري. انا كان عندي لقاء من شهر كده مع واحده ابنها في سنه ثانيه طب، بتقول له صرفت دم قلبي واتسلفت علشان ندخل الواد طب، وبندفع له كل سنه مبلغ وقدره. هو في سنه ثانيه بكل يوم عايز يسيب الكليه. فبنقول له ليه يا ابني؟ ده انت زرعتي ما حلتش غيرك. وعايزه نقول للدكتور فلان، قال لها الدكتور فلان ده هنعمل بها ايه في الاخر؟ اللي انت بتصرفيه عليها كل سنه هاتهولي وانا هنعمل بيه مشروع. شايفين احنا وصلنا لحد اقسم بالله ده كلام ابنها في ثانيه طب. قال لها هاتهولي انا هنتخرج وهي الدنيا قد ايه يعني؟ هنشتغل في انا مستشفى، وبعد كده لما نفتح عياده البلد ما اتملت عيادات ماليش لازمه يوم الطب. مش بنقول لكم هم نجحوا في ان هم انا اسفه يدمروا الشباب المصري، بس خلي بالك اللي وصل له الشاب ده مش من فراغ. اللي وصل له الشاب دي دراسه قديما عملت على الشعب المصري. معلومه بقى بالراحه كده، الجماعه بتوع انجلترا وفرنسا لما ارادوا ان هم يستولوا على الدوله العثمانيه، عشان تعرف بقى تاريخ، لما ارادوا ان هم يستولوا على الدوله العثمانيه قال لك احنا الاول علشان خاطر نستولي على الدوله العثمانيه احنا محتاجين دراسه. قالوا الدراسه ازاي عندنا كده؟ يلا احنا عايز نروح متغامر، البسي يا بنت يلا واتصل على الاسطى ابو زيد وتوكل على الله. لا دي ناس بتدرس المشوار اللي هي طالعاه. يا ترى المشوار ده هيجيب نتائج كويسه ولا لا؟ يا ترى هنبقى امن في الطريق ولا لا؟ كل ده لازم ندرسه وبعد كده نفكر في الاخر اننا نتصل عليه. وعلشان تعمل عمل ناجح ممكن تخطط له لمده سنه وتنفذه في يوم واحد، لكن لو صرفت ملايين في لحظه ممكن تخسرها. خلي بالك العمل الناجح ممكن تغيب سنه تخططه ويتنفذ في يوم واحد يبقى عمل ناجح 100%. ما يتاخدش كده. الدول دي للاسف بتفكر بالطريقه دي. قال لك احنا عايزين نشوف الامر. الدول اللي هي العربيه والاسلاميه دي الناس مش لاقيه تاكل، دي الناس بتنام في خيم بيمشوا حافيين. ازاي فتحوا العالم لحد المحيط الاطلسي؟ خلي بالكم بقى عشان تعرف انت بيتعامل معاك ايه. الكلام ده تخيل منين؟ من ايام الدوله العثمانيه، من ايام انجلترا وفرنسا ما فكرت تستولي على الدوله العثمانيه. قال لك لا احنا لازم نعمل دراسه على الناس اللي مش لاقيه تاكل دي. ازاي فتحوا العالم لحد المحيط الاطلسي؟ لازم نعمل عليهم دراسه، شوفوا جابوا الفتح ده منين؟ وصلوا البلد دي منين؟ فلما عملوا دراسه خلي بالك بقى لقوا ان الطفل العربي بصفه عامه من عمر يوم، خلي بالك من عمر 3 سنين ل6 سنين بيحفظوه القرآن. خلي بالك من سن 3 سنين لسن 6 سنين، في 3 سنين بيحفظ حاجه اسمها القرآن، ومن 6 سنين ل7 سنين بيحفظوه ألفية ابن مالك. فبيتجمع عنده كم من الثقافة 50,000 كلمة وهو عنده 7 سنين. لدراستهم والله ما هو كلامي. بيتجمع عنده وهو عنده 7 سنين 50,000 كلمة، في مقابل الطفل الإنجليزي والفرنسي في السن ديت بيبقى عنده كم الثقافة عنده 16,000 كلمة فقط. خلي بالك. قال لك لا، يبقى هو ده السبب إن الناس دي متعلمة، ان الناس دي فاهمه. يبقى الحل ان احنا نقلل الثقافه عندهم. خلي بالكم الناس دي بتفكر ازاي. قال لك يبقى هو ده مربط الفرس اللي احنا بنتكلم عليه. نجاح الناس ديت ما جاش من فراغ، الناس دي نجحوا بالعلم. احنا لازم نرجعهم للصفر تاني. طب نرجعهم للصفر تاني ازاي؟ ازاي تبقى كم ثقافه الطفل الفرنسي والانجليزي اللي هم بيقولوا عليهم صفوه الدنيا، للاسف كم ثقافته 16,000 كلمه وهو عنده 7 سنين، والعربي اللي عايش في الخيمه عنده من العلم 50,000 كلمه. قال لك لا، الدوله اللي احنا استولينا عليها كلها نلغي فيها الكتاتيب. خلي بالك. وفعلا لغوا الكتاتيب وعملوا دراسه
مستولين على الدولة العثمانية، عايزين ندخل مصر. قال لك لا، مصر دي مش دولة عادية، مصر دي دولة جبارة، مصر دي من أيام الهكسوس للنهارده محدش عارف يغير هويتها، ده عايزة برنامج تاني يا حبيبي. خلي بالك، برنامج تاني نعمل ايه في مصر؟ قال لك لا، مصر ما ينفعش ندخلها ونقول لهم اقفلوا كتاتيب يقفلوها. امال نعمل ايه؟ قال لك لا لا لا، ده احنا ننشئ فيها احزاب سياسيه نلبسها ثوب الدين. خلي بالكم بقى، ننشئ فيه احزاب سياسيه نلبسها ثوب الدين. كلنا عارفين ان الخلافه انتهت سنه 24 على يد اتاتورك. سنه 28 جه واحد فرنساوي لابس يا عم الشيخ، لابس العمه والكاكولي وحفظوه كم جزء من القران، وجه مصر وراح لحسن البنا دمنهور مدرس الخط، مش عالم في الازهر، مدرس الخط، وقال له يا مولانا احنا عايزينك تيجي تنشر الدين الاسلامي في فرنسا. خدوه بالحجه دي، خدوه بالحيله دي، خدوه وادوا له 250,000 دولار سنه 28 لانشاء جماعه الاخوان المسلمين، ودي كانت اول دفعه. ومن هنا بدانا. طب انت هتجمع حوالينك مين يا عم حسن؟ مش هينفع تجمع حواليك الناس اللي هم التجار في الدين اللي فاهمين، هات لي الناس اللي عايزين شهره، هات لي الناس اللي عايزين مال. ودخلوا من هنا وانشأوا الجماعه، وطلع من رحمها كل اللي انت عرفتوه من الجماعات الاسلاميه. عرفتم هم دخلوا لنا ازاي ولاد الايه دولت؟ انا اسفه ونقول، وقال لك لا مش كده وبس، احنا دخلنا لهم باحزاب سياسيه نلبسها ثوب الدين. مش كده وبس، ده لوحده ما ينفعش مع المصريين. طب نعمل ايه مع المصريين؟ قال لك لا، المصريين دولت احنا عايزين نعمل معاهم حاجه كمان، اللي هي قال ندخل مصر مدارس اجنبيه. خلي بالك بقى يا اللي ابنك في تجريبي وناشونال وانترناشونال، ندخل مصر مدارس اجنبيه. فدخلوا لنا المدارس الاجنبيه، وقال لك مش اي حد يدخلها، ومش اي ما يتعلموش لغه الساده، يتعلموا اللغه العاميه في الانجليزي والفرنساوي، ويبقى لها مبلغ. احنا النهارده 3/4 الشعب المصري انا اسفه مدخل ولاده تجريبي وناشونال وانترناشونال. في طلبه عندي في كوم حمادي اهاليهم بيدفعوا لهم في السنه 50,000 جنيه لما يبقى طفل عنده 3 سنين، وبيجي اتوبيس ياخده من كوم حماده يودوا له طنطا، يوديه طنطا كل يوم ويجيبه، وبيدفع في السنه 50,000 جنيه. ويقول لك الاسعار غاليه ليه؟ اقسم بالله العظيم الرئيس السيسي لحد يولع في البلد. انا اسفه ان انا اقول الكلام ده، انا اسفه ان انا اقول الكلام ده، بس هي دي الحقيقه. لما يبقى انا عندي امكانيات ان انا ندخل ابني تجريبي وندخل ابني ناشونال وانترناشونال، وبنشتكي الطماطم غاليه ليه والرز غالي ليه والفاصوليا غاليه ليه؟ طب ما انت صارف على ابو 3 سنين 50,000 جنيه في السنه. الناس الغلابه بقى اللي هم دخلوا عيالهم تجريبي في كوم حمادي، النهارده اغلبيه قرى كوم حماده فيها تجريب. القرى اللي احنا ما كنا ما نحلمش زمان في زمني ان ينعمل فيها مدرسه اعداد بقى فيها تجريب. انا قعدت مع ام لها طفله عندها 3 سنين في مدرسه تجريب في قريه من القرى، مش هنقول لك في المدينه، في قريه من القرى. بقول لها يا بنتي انت دفعت البنت قد ايه؟ خلي بالك بقى، ده عيله عندها 3 سنين في مدرسه تجريبيه عاديه، لا انترناشونال ولا ناشونال، ده مدرسه تجريبيه عاديه. قالت لي خدوا مني رسوم بس 3000 جنيه عشان يقبلوا ورق البيت، رسوم بس 3000 جنيه، و1200 جنيه زي للبيت، و650 جنيه كتيران هتدرسهم خلال السنه. قلت لها كويس. قالت لي ده غير الباص بقى اللي انا هرتب معاه ان هو يجي ياخد بنت من البلد يوديها المدرسه. قلت لها ده معنى كده بنتك دي تصرف خلال السنه 20,000 جنيه، صح؟ بالله عليك لما يبقى طفله عندها 3 سنين وبتصرف 20,000 جنيه في السنه، واحنا بنشتكي من الاكل والشرب. خلي بالك يا غالي، وبنقول البلد ما فيهاش ازاي؟ من اللي بيعملوه. خلي بالك يا حبيبي. شكرا. خلي بالك، هي دي حياتنا.
هي دي حياتنا اللي احنا عايشينها. قال لك ننشئ فيها احزاب اسلاميه وبعد كده نعمل فيها مدارس اجنبيه. وخلي بالك المدارس الاجنبيه دي مش عشان خاطر سيادتك كده يبقى ابنك يعني بيتكلم انجليزي وفرنساوي، لا 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 لا، الهدف غير كده. الهدف الاساسي من انشاء احزاب اسلاميه ومدارس تجريبيه في مصر الهدف منه ان احنا ننسى القران. فبنقول لا يا بنتي، طيب يا حبيبتي بنتك دي مش هتروح الكتاب؟ ما تعلمها القران احسن يا بنتي، وديها كتاب بدل ما بتصرف عليها 20,000 جنيه في السنه. قالت لي ما هي بتطلع من الحضانه نوديها الكتاب. خلي بالك من الثقافه. قالت لي بتطلع من الحضانه نوديها الكتاب. قلت لها الكلام ده هيبقى في سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه، هتدخل رابعه المنهج هتقول لك يا ماما القران مش مقرر علينا، هتسيب القران ويبقى ناجح من الطريقه الثانيه. عملوا الاحزاب الاسلاميه من ناحيه ومن ثاني ناحيه خلونا سيبنا القران بان هم عملوا لنا مدارس اجنبيه. خلي بالك يا غاليه، الحرب علينا مش مجرد حرب عاديه، لا، الجزء الثالث اللي هم دخلوا لك مواقع التواصل الاجتماعي. لا مش كده وبس، ده عمل لك ساعه اسمها ساعه الجمعه مجانيه على التليفون عشان سيادتك ما تصليش الجمعه. ايوه، لانه معمول عليك دراسه برضه بالنسبه لصلاه الجمعه. فانت يا مصري مستهدف، خلي بالك ما تخليش حد يلعب بيك. انت اذكى شخصيه في العالم وهم عارفين كده، لكن عرفوا يخطوا لك واحده واثنين وكسبوا الحرب. انا اسف ان هم نقول ان هم كسبوا الحرب. انتوا عارفين يا غاليه سيدنا ادم عليه السلام لما بعت ابنه